خدمه. انا اسفه، الف شكر وربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. اوعى تزعل مني، لو كنت استنيت عليا ثانيه واحده بس والله العظيم كنت هتلاقيني بشكرك. الله، انت عبيطه ولا ايه؟ انا بهزر معاكي. بالعكس، انا المفروض اشكرك. على ايه؟ على بقيه مستحقاتي. وشك حلو، ما كنتش متوقع اني هاخدهم النهارده، لكن الاستاذ عبد الوهاب واضح انه انبهر لما شافك، فتخلى عن حرصه المادي وامر انه يدفع له على طول قبل ما يجي ميعاد الاستحقاق. وبناء عليه انا عازمك على غدا مفتخر في مطعم مفتخر، واوعي تعترضي. لا لا لا، مش معترضه طبعا. اذا الى المطعم المفتخر. ده ولا اتخن اتنين في الدنيا يقدروا يخلصوا الاكل اللي انت طلبته ده. اصل دي عقده نفسيه يا سعاد، ورثتها من ايام الفقر لما كان الاكل بيخلص قبل ما اشبع. والعقده دي طبعا اتحلت لما بقيت تاكل وتشبع والاكل لسه فاضل، مش كده؟ كده يا اذكى واحلى كائن في الكون. احنا جايين ناكل مش نسرق. الا قول لي يا قديس، هو التست ده عباره عن ايه؟ بكره هتعرفي بنفسك. طب يعني افرض ان انا مش... ما افرضش. انت عرفت الاول انا كنت هقول لك ايه؟ هتنجح يا سعاد وهتبهريهم كلهم. ايه اللي مخليك متاكد كده؟ اذا كنت بهرتيني انا مش هتقدري على دول. قلتيلي بقى، انت ليه طلبت مني اني ما اقولهمش انك اخت نجوى؟ عشان يعني لو نجحت او كده ما يتقالش عليا ان انا نجحت عشان الواسطه. واسطة ايه؟ هتنجح يا سعاد. القديس بيعرف يميز كويس قوي ما بين حتة الطوب وبين الألماس. بحبك يا قديس. اما نشوف بقى ايه سيد الطعام اللي انت بتقولنا عليه ده. انسي خالص ان الكاميرا بتصورك، اعتبريها حتة حديد. ما تقلقيش، وشك من النوع اللي الكاميرا هتحبه. ضحكة صوتة مش قوي مش قوي. بروفيل يمين، الناحية دي لفي شمال، بروفيل شمال. منين الكاميرا هتحب وشي ومنين هعتبرها حتة حديد؟ هتحبك اذا اتكلمت واتحركت قدامها بطريقة طبيعية خالص كأنها مش موجودة. اتخضيتي خبر وحش طلع غلط، انبسطتي. عاوزك تعملي مكسوفة. عاوز ماشية بقى بدلالي. أنا خايفة يا قديس. يبقى هتنجحي، لو ما كنتش خايفة كنت أنا قلقت. أنت عارف يا أستاذ حسني، الممثل عادة بيبدأ في الأول بأدوار صغيرة وبعدين بالتدريج يعني. طبعا بالتدريج يوصل للبطولة أو ما يوصل لهاش، ده على حسب حجم الموهبة وتقبل الناس وظروف تانية، أنت فاهمني طبعا. أيوة، لكن الحقيقة في حالة سعاد ولحسن الحظ الفرصة عظيمة جدا ولا تعوض، لأنها هتبدأ بطلة من أول تجربة. بلا شك، وفي سن صغيرة. أفهم من كلام حضرتك بقى إنك موافق. لا. ليه بس يا بابا؟ اعمل معروف، دي فرصة عمري. لأني زعلان منك يا سعاد ومن القديس. ليه؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا ايه بس؟ انت بتعترف بيا كفنان ولا لا يا استاذ عبد الرحمن؟ ازاي بقى؟ طبعا بعترف، وفنان كبير قوي. ولا نسيت السهرات الفنية اللي كنت بتحضرها عندنا زمان؟ انسى ازاي يا راجل بس؟ امال ليه جايلي وانت متشكك وقلقان وعمال تعمل مقدمات ومتصور ان انا مش هوافق؟ انت لولا معزتك عندي انا كنت اعتبرتها اهانة. عظيم،
اشكرك على استجابتك واسف على سوء الظن. متشكرة قوي يا بابا، ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يوفقك يا بنتي واشوفك نجمة كبيرة يا رب. وهو كذلك. ممكن بقى حضرتك تتفضل وتيجي معانا؟ على فين؟ هنوصل سوا شركة الإنتاج عشان حضرتك تمضي العقد بدل الأستاذة سعاد لأنها قاصر. انتوا جايين عشان كده يعني، مش عشان تستأذنوني يعني؟ لولا كده ما كنتوش جيتوا. لا 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 لا، ازاي بقى؟ موافقتك أساسية وفي كل الأحوال كنا هنجيلك يا راجل. وفي كل الأحوال أنا سعيد. مبروك يا بنتي ومن كل قلبي. فاطمة حضري العشاء. انت بتعيطي يا سعاد؟ انت للدرجة دي متأثرة بالمشهد؟ لازم صعبان عليكي نعيمة. انا صعبان عليا نفسي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اصلي خايفة قوي. خايفة من ايه؟ خايفة معرفش امثل زي ايام بروفات المسرح. كنت ببقى حافظة صم، واول ما اجي انطق بالكلام يتوه مني كله. ما تخافيش يا سعاد، السينما غير المسرح خالص. انت مش جيتي معايا وشفتيني وانا بمثل في غريبه؟ في السينما بيصوروا لقطه لقطه، وبين كل لقطه والتانيه في ستوب، وفي وقت بتجهزي، في وقت بتحفظي، وفي اعداد كمان. ما هو كتر الاعداد ده برضه مش كويس. مش معقول هيقعدوا يعيدوا كتير عشان خاطري، كده هيزهقوا مني وممكن يغيروني ويجيبوا حد تاني. يا سعاد ما تخافيش، انت بس حاسه بالرهبه عشان دي اول مره بتقفي قدام الكاميرا. بصي انسي خالص ان في كاميرا بتصورك، دي اول نصيحه ادوها لي. ما هو برضه مشكلة ان في كاميرا. في المسرح ما كانش فيه لا كاميرا ولا مصور ولا الحاجات دي ابدا. طيب بقى مفيش داعي تشتغلي اصلا، واتصلي بالاستاذ عبد الرحمن اعتذري له، ولا اقول لك انا ممكن اعتذر. ايه اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا مش ممكن. اسيبك تحفظي يا سعاد. طب بقول لك ايه، ممكن كمان شويه يعني مش دلوقتي ابقى اجي اسمع لك حوار المشاهد بتاعت بكره؟ طبعا ممكن، بس بشرط اموري. اما ينجح الفيلم وتبقي نجمه كبيره تقولي في كل ريبورتاجات ان انت ليكي اكبر فضل عليا في الدنيا. ان شاء الله هتنجحي وتبقي نجمه ونجمه كبيره كمان، وقولي نجوى ايه. يا رب يا رب. وحشك التمثيل. ياه قوي. حتى سمير خفاجة كان بيكلمني من يومين وعرض عليا اني لما ارجع اعمل معاه مسرحيه. انا دايما كان بيجيلي عروض مسرح، بس كل ما افكر في حكايه نتيجه الامتحان اللي بيظهر في ساعتها وبعدين رد فعل الجمهور اللي الممثل بيشوفه ويحسه كنت اترعب وازوغ على طول. بس المره دي يعني فيها تفكير. بس غريبة قوي انك عمرك ما مثلتي على المسرح، مع ان كان بدايتك هتبقي ممثلة مسرح. ما بقتش استغرب اي حاجه. انا حياتي سلسله من الغرايب يا مجدي. مجدي أأمري. انا بحكي لك قصه حياتي من باب الفضفضه، اوعى تسميها مذكرات. اصل اللي بتكتب مذكراتها دي دايما بتبقى اعتزلت خلاص، وانا عايزه ارجع اشتغل تاني ان شاء الله. اخف وارجع اشتغل. والله فاهم، المهم كملي بقى. انت معلقاني في اهم يوم من ايام حياتك، يوم ولادتك الفنية. اول يوم تصوير ليك، احكي لي بقى. ليلتها طبعا معرفتش انام ثانيه واحده، مع ان نوجه كانت قايله لي اني لازم انام كويس عشان وشي ما يبقاش مجهد في الكاميرا. بس تقول لي مين؟
والله زمان، سنين ما شفناكيش. دي فرصة سعيدة قوي. الحقيقه انا اللي اسعد، وبشكر سعاد اللي خلتني اشوفك. من زمان وانا كنت بتنبأ انك هتكوني نجمة كبيرة في عالم الغناء، وقد كان. الله يخليك، عقبال سعاد يا رب ما تبقى نجمه كبيره في عالم التمثيل وعلى ايدك ان شاء الله. هتبقى كبيرة بفضل موهبتها. هي لسه نايمة ولا ايه؟ لا نايمه، ده ايه؟ دقيقه واحده. انا جاهزه. صباح الخير يا قديس. صباح الخير يا نعيمة. ابتداء من دلوقتي مش هقول لك غير يا نعيمة عشان تعيشي في الشخصية. انا عايشه فيها من اول مشهد قريته في السيناريو. يلا بينا بقى. يا سعاد استني شويه لما القديس يشرب قهوته. هيشوفها في الاستوديو. انت عايزاني اتاخر اول يوم ويقولوا عليا بتدلع؟ صبتي على القهوه يا فاطمه. خدي بالك يا سعاد، القلق والتوتر لو زاد عن حده يخليكي ما تعرفيش تمثلي ويأثر على تركيزك. لازم تعرفي ازاي تلغي الخوف. وانت هتبقى معايا جوه البلاتو واحنا بنصور، مش كده؟ كده. طيب يبقى انا بعد كل لقطه هبص لك. اذا عملت كده يبقى اللقطه كويسه، اذا عملت كده يبقى اللقطه زفت ولازم نعيدها. طيب افرضي عجبتني لقطة وما عجبتش بركات او العكس، هنا بقى هتسمعي كلامي انا ولا كلام المخرج؟ صحيح. نعمل ايه ساعتها يا قديس؟ طبعا تسمعي كلامي انا، والا هعمل معاكي زي ما عملت مع سامحة ايوب في مسلسل البهلوان المدهش احمد كشكش. كنت بقعد جنب الراديو استناه. حتى سميحه ايوب كانت عامله دور مدربه اسود وبتحب البهلوان. بس انت عملت فيها ايه يا قديس؟ كنت بعيد مسامع كتير من الحلقات عشان اوصل لاحسن كلام. سامحة زهقت فشدنا مع بعض، فقررت اتخلص منها. تتخلص منها؟ ايوه، رحت عامل تعديل في الحلقه الرابعه، خليت الاسد هجم عليها وراح واكلها. ما انا كنت المؤلف والمخرج بقى بمزاجي. بس انت بتضحك عليا يا قديس. وسميحه ايوب كانت موجوده من اول حلقه لاخر حلقه، انا متاكده. ما انا رجعت في كلامي لما كامل الشناوي والسيد بدير صالحونا على بعض. رحت مرجعها في الحلقه السادسه وخليت الاسد عورها بس ما موتهاش. وانا هون عليك تموتني؟ اذا كان حسن المغنواتي ما هنش عليك تموته في الفيلم مع انه في الحدوته الاصلانيه بيموت، بقى انا اكيد مش ههون عليك. على ايدك يا اسطى. متشكرين يا اسطى. انا خايفه. ما تخافيش يا سعاد طول ما انا جنبك. بقول لك ايه يا سعاد، خليكي تلقائيه وبسيطه في الاداء من غير ما تفتعلي او تتعمدي. خليكي على طبيعتك، احساسك يطلع زي ما هو واضح. صباح الخير. يا صباح الفل، فيلم ناجح ان شاء الله. يلا اتفضلي انت. سعاد حسني النجمة الجديدة بطلة الفيلم. اتفضلي يا مدموزيل، نهارك زي الفل. اتفضلي. اهلا وسهلا، منوره البلاتو. ميرسي. مش هوصيكم يا رجالة ها؟ من عينينا. طلبات نجمتنا اوامر. رايح فين يا قديس؟ ما تسيبنيش. هسلم على بركات. ايوه يا ابني، اديني 45 320. الو. ايوه يا حبيبي، اديني الاستاذ موسى صبري رئيس التحرير. عبد الرحمن الخميسي.
الو، ايوه يا موسى. ايه اللي بيحصل ده؟ محدش جه لغايه دلوقتي. ده معقول يعني انا بخص مجله الجيل بسبق صحفي مهم وانتوا ولا على بالكم؟ ايه متصورين يعني عشان بشتغل مع وجوه جديده ده يبقى معناه انه فيلم مش مهم ولا ايه الحكايه؟ لا لا لا، ما تزعلش مني. انا مش هستنى اكتر من نص ساعه وهتصل بمجله الكواكب. وهو كذلك. متشكر. ايوه يا ابني، اديني 20610. الو، اديني الاستاذ مجدي فهمي. ايوه الاستاذ مجدي فهمي رئيس التحرير. انا عبد الرحمن الخميسي. ايه يا مجدي؟ انا مؤلف نكره ولا بركات مخرج مغمور ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ما انا مكلمك امبارح. لا، ما حدش جه لغايه دلوقتي. ده حدث سينمائي مش هيتكرر. لاول مره بنجازف بوجهين جداد. سعاد حسني دي انا بتنبأ انها هتكون من نجمات الصف الاول. يا فاتن حمامه وعبد الحليم حافظ مسلطينكم تتجاهلوني ولا ايه؟ على العموم انا بخدمكم وبخص مجله الكواكب بسبق صحفي. ما تزعلش مني، مش هستنى اكتر من نص ساعه وهتصل بمجله الجيل. وهو كذلك. متشكر. عندك نمرة روزا اليوسف؟ انا مصر على موقفي يا استاذ بركات. موقف ايه يا محرم؟ احنا لسه ابتديتوا عشان يكون لك موقف. يعني ايه؟ بعد اذن حضرتك ده حقي. مفيش مطرب في الدنيا بيتفرض عليه الملحن. الوضع هنا مختلف. دي اغاني وسط فيلم مش اسطوانه انت بتسجلها. انا مش شايف اي فرق يا استاذ بركات، بالعكس بقى ده المفروض. سعاد جت وبتجهز يا استاذ. يا استاذ بركات، انا طريقه صوتي غير لون وتلحين الاستاذ احمد صدقي خالص. احنا عاوزين ناخد الزاويه دي وهتنزل كده على السلالم على طول. اوكي؟ حاضر يا استاذ. من فضل حضرتك يا استاذ بركات، احنا لازم نحسم الموضوع ده قبل التصوير. احسمها مع الاستاذ عبد الوهاب، هو المنتج. وحضرتك مشارك في الانتاج. وبعدين يا استاذ بركات، انا بكلم حضرتك بصفتك المخرج، والمخرج فنيا هو صاحب العمل. كويس قوي ان انت لسه فاكر ان انا صاحب العمل. صفتي صاحب العمل، انا عجباني الحان الاستاذ صدقي. انا بعد ما قريت الكلمات الجميله اللي كاتبها الاستاذ مرسي جميل عزيز اقدر اكد لحضرتك انه انسب واحد يلحنها هو الاستاذ محمد. يا استاذ محرم، تروح دلوقتي مع المساعد تشوف المشاهد عشان تحفظ الحوار. اوكي؟ استاذ عبد الرحمن، يا استاذ عبد الرحمن، ايه اللي بيحصل ده يا استاذ عبد الرحمن؟ بعد اذن حضرتك لازم تتدخل بصفتك المؤلف وتاخد موقف. انا ما اقبلش الاهانه دي ابدا. اهانه؟ اهانه ايه؟ في ايه يا محرم؟ مين اللي يجرؤ على اهانه محرم فؤاد؟ قول لي وانا محيه من الوجود ده كله. الاستاذ بركات المخرج، بكلمه عن تلحين اغاني الفيلم، تجاهلني تماما وفضل يتكلم مع المساعد بتاعه. في ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ هو انا مش بطل الفيلم ده ولا ايه؟ بطله طبعا، واهم شخصيه في الاستوديو ده كله، وطلباتك اوامر. سيبك من المخرج، امرني يا عبقري وانا انفذ في الحال. العفو يا استاذ، مفيش اوامر ولا حاجه. كل الحكايه ان انا مش موافق ان الاستاذ احمد صدقي يلحن لي اغاني الفيلم. بس انا معلوماتي ان الاستاذ عبد الوهاب اتفق مع الاستاذ محمود الشريف، مش احمد صدقي. ولا محمود الشريف كمان. انا مصر على صديقي محمد الموجي، هو اللي يقوم بتلحين الاغاني. وبصراحه بقى ده شرطي علشان اقوم ببطوله الفيلم. شرطك؟ ما اعتقدش ان الاستاذ عبد الوهاب هيوافق. وبناء عليه انا شايف انك تاخدها من قصرها وتعتذر عن الفيلم. يلا كلمه عشان يلحق يتفق مع عبد الحليم او مش للدرجه دي يا استاذ عبد الرحمن. مش معنى ان انا ليا طلبات ان انا اعتذر لو ما اتحققتش. بس ما تشغلش بالك بالاغاني وركز في التمثيل. انا اللي غلطان، كان لازم تفضل في دهاليز الفن المجهوله مجرد محرم حسين. الناس بيقولوا عليك بخيل، بلاش نخففها شوية. حريص شويتين زيادة عن اللزوم، دافع عن نفسك يا موسيقار. كامل، مش معنى انه وافقت على الحوار يبقى هقضي معاكوا اليوم كله.
انا عندي التزامات يا اخي. هو انت لما الكلام ما يجيش على هواك تتحجج باي حجج؟ النهارده اول يوم تصوير في فيلم حسن ونعيمه، وانا المنتج زي ما انت عارف، يعني لازم اكون موجود هناك لو ما يضايقكش. بركات بيقول البنت الجديده اللي جابها الخميسي بعد التدريب بقت قنبله وهيفجرها النهارده. ياه، للدرجه دي؟ تعالى وشوف بنفسك، مش هتندم. لا انا تعبان النهارده وهروح، نبقى نحدد ميعاد بعدين. كده اهو، على راحتك. انت عارف سعاد طلعت اخت مين؟ سعاد مين؟ البنت الجديده بطلة حسن ونعيمه يا كامل. ايوه، تبقى اختي مين؟ اخت نجوى. نجوى الصغيره؟ ايوه. عموما انا منتظر تليفونك، بس مش بعد 10 يا كامل علشان ما اكونش نايم. وهي نجوى هتبقى موجوده هناك؟ اكيد طبعا، مش اختها؟ استنى يا استاذ، خدني معاك. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة في عنقودها أما خدودها تفاح الشام، يمين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها. القراء يهمهم يعرفوا سر احتفاظ عبد الوهاب بشبابه الدائم، مع انك مش رياضي وما بتمشيش خطوه واحده وما بتتعرضش للشمس ولا بتعرض نفسك للهواء. يعني انا مش فاهم، انت جاي تعمل معايا حوار ولا جاي تحسدني؟ لا 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 لا، استغفر الله العظيم، احسدك ده ايه؟ انا في غايه السعاده لانك بتجمع، قصدي يعني يبدو انك بتجمع بين شباب العمر وشباب الموهبه. خلاص، يبقى نتكلم في شباب الموهبه. ولو ان الفن الحقيقي ملوش شباب ولا شيخوخه، الفن حياه متجدده بالعمل الدائم المستمر، وده اللي انا بحرص عليه. بشتغل يوميا بدون انقطاع. عظيم عظيم. طيب وشباب العمر؟ تاني يعني انت مصر؟ شوف يا كامل، انا على طول باكل مسلوق وبحافظ على مواعيد الاكل وبنام يوميا 10 ساعات، ولو درجة حرارتي ارتفعت حاجة بسيطة بنام في السرير كذا يوم. قصدك يعني مجرد ما تحس ان درجة حرارتك هترتفع؟ يا اخي انت عكسي تماما. انت اللي انسان غريب، انت صديق لاعدائك. التدخين، القهوة، السهر، الاكل الدسم. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ خير يا استاذ، في ايه؟ خير؟ وهيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير؟ دي مش نعيمه، مش نعيمه. هو حضرتك معترض على ايه يا استاذ؟ مش عارف انا معترض على ايه يا سعاد. انت موافقه ان دي تكون نعيمه؟ موافقه؟ ازاي تسكتي وتخليهم يعملوا فيكي كده؟ تعالي معايا، اوعى من سكتي يا اخي. نعيمة دي فلاحة بسيطة بريئة، جمالها طبيعي، مش عروسة بتزوقها ليلة دخلتها. فهمت يا بني آدم؟ حضرتك عاوزها من غير مكياج، بس ده ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا عبقري؟ مين اللي يقول ما ينفعش؟ انت اللي بتقرر؟ انت قريت السيناريو، عرفت ابعاد الشخصية. لا مش قصدي، انا قصدي ان لازم يكون في مكياج عشان خاطر الاضاءة. وبعد اذن سيادتك، الخواجه الفيزي هو مدير التصوير، هو اللي يقول لنا الكلام ده. اتفضل هات لي الخواجه بتاعك مدير التصوير.
صباح الخير يا استاذنا. اهلا يا ثروت. الف مبروك. جيت في وقتك. هتبدا التحقيق الصحفي من نقطه ساخنه جدا. اكتب منشطات عندك. الماكير. ادينا فرصه الاول يا استاذ نرحب بالنجمه الجديده. استاذ ثروت فهمي، اخبار اليوم. يا الهي مش معقول انت هتبقي جينا لولو برجيدا الشرق. برجيدا ايه يا ابني؟ اجمل بكتير. اكتب على لساني. الخميسي يقول ان سعاد حسني اجمل بكثير من برجيدا. الخميسي يقول إذا كان هناك 24 رساما عالميا في إيطاليا أعلنوا عجزهم عن رسم صورة صادقة للنجمة السينمائية العالمية جينا لولو برجيدا، وقالوا أن جمالها المفرط لم يمكننا من إتقان عملنا، فإن الخميسي يقول هناك 50 رساما مصريا قد عجزوا عن رسم صورة صادقة لسعاد حسني. ليه بقى؟ لأن الطبيعة قد بالغت في تجميل سعاد. الله عليك يا أستاذ، تعبير بديع لشاعر عظيم. الحقيقة أنت محظوظة يا أنسة. طبعا محظوظة. مش القديس هو اللي اكتشفني؟ صور يا ابني صور. القديس يكتشف نعيمة. ايه رايك في المانشيت ده يا استاذ؟ ما تستعجلش، هتلاقي مانشيتات احسن. صور يا ابني صور.